مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم كفته مشويه جميله وتحفه. وشوفوا التكات اللي احنا هنحطها فيها النهارده. معانا اللحمه مفرومه، معانا اللية الضاني او اي لية عندكم، ومعانا بصلتين كده مفرومين جامد وشايلين منهم المية بتاعتنا، ومعانا البهارات ملح وفلفل اسمر وبهارات المشاوي ومعانا بيكنج باودر. يلا هنشوف هنعمل ايه. هنحط اللحمة بتاعتنا وهنحط البصل عليها، وهنحط اللية، وهنحط البهارات بتاعتنا، وهنحط الكيس البيكنج باودر، وهنقلبها كده كويس عشان كله يدخل فيها. حطينا الكيس البيكنج باودر علشان كده يطلع الكفتة حلوة كده، ولما نيجي نشويها ما تصغرش واحنا بنعملها، فتطلع جميلة. الكيس البيكنج باودر ده واللية هيخليها تحفة. كده خلصت معانا، عملناها كده كويس عشان كل البهارات تدخل فيها والبصل، وسيبنا كمان مية البصل اهيت عشان هنصبعها فيها. هنصبع بقى الكفتة بتاعتنا، هنجيبها كده ونحطها ونحط ايه، نبل ايدينا كده بمية البصل. نصبعها كده كويس، بعد كده نطلعها بكل سهولة ونحطها هي وبتطلع معانا بكل ايه سهولة. عندكم اي حاجة بقى، سيخ، اي حاجة بقى ايه تعملوا عليه، معلقة، شوكة، اي حاجة. خلص اهوت معانا، صبعناه كله. هنحطه بقى ايه في التلاجة كده علشان ايه، هنشويه على الفحم. اللي عايز بقى يشويه في الفرن يشويه، اللي عايز يعمله على النار يشويه، بس احنا النهارده هنعمله على الشوايه، هيبقى ايه تحفه. كله خلص اهوت، جربوا الطريقه دي تعجبكم قوي. والتتبيله، وهنحط بقى ايه في التلاجة، هيقعد ايه ساعه كده عشان بقى التوابل تشرب من بعض ويكون تحفه.